هقول لكم بقى ازاي عملنا كتف خروف كامل وطلعت اللحمه مستويه بالمنظر ده وشكل اللحمه كده، وهقول لكم بقى رحنا فين وعملنا ايه وازاي رحنا في مكان بعيد عن الناس كلها. بصوا بقى يا جماعه، الاول كل سنه وانتم طيبين، دي الكبير فلازم نعمل حاجه مختلفه كده وجديده. المره دي بقى احنا جبنا كتف ضاني وهنسووه هنشوه، اللي بقى مجهود اقل التكاليف. فاحنا دلوقتي بقى في بحري عند قصر الثقافه، فيلا بينا. هي دي بقى بوابه المكان، وعامه المكان ده موجود في بحري وتقريبا كده 90% من اللي في بحري ما يعرفوش. احنا وصلنا بقى المكان وتعالوا ناخد لفه بقى كده في المكان كله، وبعد كده بقى نجهز الحاجه اللي هنشويها. الدنيا هنا هاديه هاديه جدا، هو تقريبا ما فيش غيرنا ومش هيبقى في غيرنا. الموج شكله رهيب، الصيادين بقى هما بيصطادوا بقى، والمراكب الصغيره رايحين يصطادوا. دي بالظبط نقصص النار ونصطاد. احلى حاجه في الموضوع انت لوحدك، الدنيا هاديه، بتعمل اللي انت عايز جامد. طب بقى كان نشوي عشان انا جعان قوي. المكان هناك تحسه قديم شويه، لا هو مش قديم شويه، هو من تاريخ بحري. والحاجه اللي بتطلع دخان من بعيد دي الشوايه اللي هنشوي عليها. خلاص هيدوب. ايه كل الفحميه دي؟ اول حاجه نحط الفحم، الموضوع متعب جدا وحراره بجد رهيبه. المشكله كلها بس في الحر، والصهد طالع في وشي. عقبال بقى ما الفحم يولع تعالى نعمل تتبيله الكتف. طلع الجسم الضاني اللي احنا جبناه. اوبا شايف قد ايه كل ده كتف ضاني؟ اللهم صل على النبي. بقى الورقه اللي عليها ان شاء الله حجمها عملاق. اول حاجه نشيل شويه دهن من اللحم. عامه هنشيل حاجات بسيطه مش حاجات كتير. اول بقى هنديها فتحات عشان تشرب من التتبيله. فتحنا قوي. نديها الناحيه التانيه فتحات برضو. اتاكد ان كل حته فيها مفتوحه عشان التتبيله تدخل جواها كلها. بصوا ده كده شكلها النهائي بعد ما فتحناها، وده منظر الفتحات اللي احنا فتحناها فيها. بهارات اللحمه بقى توم وفلفل اسمر، روزماري، كركم، كمون. بص ناخد شويه فلفل اسمر. بص احنا هندخل كل حاجه في التتبيله كده من جواها. شويه روزماري. بس اللي نعمله هنا هو اللي نعمله الجنب التاني. شويه كركم تاني. بس عايزين التتبيله بتاعتها تدخل في كل حاجه، عايزين التتبيله تبقى في كل حته في الكتف. كمون. هنفص بقى كام فص توم ونحشيهم من جواه. ننزل بقى بفصوص التوم كده من جوه من قلبها. مهم اوي الموضوع ده. بص هي بتغرق، تمليها كده فصوص توم. اهم حاجه بس تتاكد ان فصوص التوم رشقت جوه، دي حاجه مهمه جدا. بس كده بقى اخدت هي التوم بكفايتها من هنا. تعالوا بقى الجنب التاني ونعمل فيها نفس اللي عملناه هنا. اوبا. اهم حاجه اتاكد ان اللحمه اتبهرت قوي. نسينا بقى اهم حاجه وهو الملح. ننزل بالملح، ما نكترش الملح عشان ما تبقاش حادقه. اديها بقى الجنب التاني برضو شويه ملح. تاخد بصل. ليتس. حاسس ان احنا عملنا خضار كتير، بس انا واثق ان حاجه هتطلع حلوه ان شاء الله. نفس الحاجه بنغسل بقى الخضار كله كده في بعضه. الخضار شكله تحفه، انا متفائل قوي. نجيب بقى ورقه زبده، نقطع كمان ورقه زبده بس نفردها كده. كده بقى نحط الكتف. هنحط بالظبط 3 طبقات سلوفان. بعد ما تحط بقى السلوفان تحت تحط وراه الفخده. بعد كده بقى تنزل بالخضار. احنا عملنا خضار كتير، شكلها خطير الصراحه. ما دي لازم تتلف كده دي عشان تستوي. لسه بقى الاخيره رش كده بقى كل البهارات مع بعض، شكلها تحفه. خلينا بقى نقفل كده على الحاجه. لفه تانية. ده كده الشكل النهائي. احنا بعد ما قفلنا نسينا نحط اهم حاجه وهي الزبده، فنفتح كده بص نغرقها زبده اهو. نحط بقى الشوايه كده على النار ونحط بقى فوقها اللحم. بص شكلها بقى عامل ازاي. نقفل عليها ومفيش اي دخان يطلع. ايه الشوايه ونقفل بقى عشان مفيش اي دخان يطلع.
نغسله ايدينا بالطريقه البدائيه. تعالى ندي بقى كده دول شطفه عشان نعملهم سلطه. قبل بقى ما اللحمه تتشوح انا حاسس ان احنا بنعملها بريسكت مش عارف ليه. تعالى نعمل السلطه. دي اسهل طريقه ممكن تشيل بقى راس الفلفل. الموضوع بسيط جدا. السلطه اللي احنا عملناها تحفه فنيه كده بالظبط، بقى لها فرنج الساعتين. تعالوا نشوفوا بقى دلوقتي، هي بقى لها 3 ساعات على النار. تعالوا نشوفوا بقى استوت ولا لسه. بس هي غريبه جدا. اوبا بص اللحمه بتاعتها بقت عامله ازاي. خطيره. بص نغرقها سوداني. لحظه ان احنا نقلبها على الرز. هي اخدت الطبق كله. منظر خطير رهيب. يلا على النار. اوبا بس تسويتها عامله ازاي. هي حاسسها اتحرقت شويه. اوبا عايز اطلع بقى فيلم عليها. رهيبه. طماطم وفلفل جزر. شايفين بقى شكل اللحمه عامل ازاي والتسويه بتاعتها. مش كده ان هي سخنه مولعه. اللهم صل على شكلها خطير من اللي تحت اللي شاربه كل حاجه دي. شايف اللحمه اصلا، شايف مفتله ازاي. حته لحمه رهيبه. ولازم بقى بعد اكله زي دي كوبايه شاي زردة. اهم حاجه الشاي الزرد. على كوبايه شاي اشربها على الفيو ده وفي الجو ده. بس كده بقى يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.